أهلا بكم مجددا. فوض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون صلاحيات واسعة في وزارة الدفاع لرئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة، أبرز شخصية عسكرية حاليا في البلاد. ويعرف شنقريحة بولائه الكبير للرئيس تبون، إذ كان من أبرز داعمي تولي تبون رئاسة الجزائر لعهدة ثانية. دوافع قرار الرئيس الجزائري لم تعرف ولم يعلن عنها حتى الآن، لكن هذا القرار أثار جدلا واسعا بشأن دور الجيش في منظومة الحكم الجديدة في الجزائر. نتابع. في خطوة تعكس أبعادا جديدة لهيكلية الدولة الجزائرية المعقدة بين القوى العسكرية والمدنية فيها، تنازل الرئيس عبد المجيد تبون عن صلاحيات واسعة في إدارة وزارة الدفاع الوطني، مانحا هذه الصلاحيات لأبرز شخصية عسكرية جزائرية، رئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة. يمنح الدستور الجزائري سلطات وزارة الدفاع إلى رئيس الجمهورية. ومع انطلاق حراك فبراير عام 2019 المطالب بتقليص نفوذ الجيش في الحياة السياسية، تم الاستغناء عن صيغة العمل التي يتنازل فيها الرئيس عن بعض من صلاحياته لرئيس الأركان استجابة لمطالب الحراك. في المقابل، يرى داعمو القرار أن تشعبات المرحلة الحالية تفرض مرونة أكبر في العمل وتفويض بعض الصلاحيات في إدارة الوزارة التي لا يمكن للرئيس أن يتفرغ لها. اليوم، وبعد عودة القوى العسكرية رسمياً إلى مطبخ السياسة عبر قرار الرئيس المدني تبون بإعطاء صلاحيات للقائد العسكري شنقريحة، هل يمكن أن تنجح الجزائر في تحويل هذا القرار إلى شراكة تضمن استقراراً دون المساس بحلم الديمقراطية؟ لمناقشة هذا الموضوع معنا من الجزائر العاصمة الأستاذ مالك بالقاسم أيوب، الكاتب والباحث السياسي. ومن لندن ينضم إلينا الأستاذ محمد العربي زيتوت، الدبلوماسي الجزائري السابق والعضو المؤسس في حركة رشاد المعارضة. أبدأ معك أستاذ زيتوت، ما الذي أزعج المعارضة الجزائرية بالضبط من المرسوم الرئاسي الذي يمنح رئيس الأركان شنقريحة مزيدا من الصلاحيات في وزارة الدفاع؟ تحياتي لكم جميعا. في الحقيقة ليس هناك انزعاج، هناك غضب، وغضب شديد من الحكم العسكري الذي يتمدد ويتوسع ويزداد فسادا وطغيانا في البلاد. نحن نعرف أن في الحقيقة التفويض هو من كبار الجنرالات لبعض الوجوه المدنية، لأن الحكم هو حكم عسكري ويدار بالمخابرات العسكرية التي تتحكم في كل مناحي البلاد على المستوى المحلي وحتى على المستوى المركزي. وهذا اللي جاء بهذا في الحقيقة هذا المرسوم هو فقط لحل إشكالات داخلية داخل الجماعة العسكرية الحاكمة، لأن هناك بعض الناس الذين كانوا لا يمرون على شنقريحة، وعلى أساس أنه ليس له دور إداري أو سياسي في وزارة الدفاع، إنما هو دور عملي أوبراسيونيل. فكان يجب أن يحدد لهم شنقريحة، لأنه هو الذي مدد لتبون في عهدة ثانية. ونحن نعرف أن حتى نتائج الانتخابات في الجزائر كان صار حولها جدل شديد بين الأجنحة، لأن جناح أخرج نتائج ضعيفة جدا، واضطرت المحكمة الدستورية كما يسمى أن تعدل النتائج وترفع من النسب. وبالتالي نحن في الحقيقة أمام نظام عسكري لديه خلافات داخلية، لكن يضمن الحكم لكبار الجنرالات مع واجهة مدنية. دعني أسمع وجهة نظر الأستاذ أيوب مالك بالقاسم فيما تفضلت بالإشارة إليه. هل المرسوم هو لحل إشكالات داخل المنظومة العسكرية، وهل تخلى رئيس الجمهورية فعلا كما تقول المعارضة عن مهامه في وزارة الدفاع لصالح رئيس أركان الجيش؟ أولا مساء الخير ولمشاهديك الكرام. أهلا. في حقيقة الأمر هذا أمر غير مقبول، وبالحجة
هذه الصلاحيات التي منحت لوزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني الذي هو رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة هي خير دليل على أنه لا يوجد هناك أي صراع بين مؤسسة الرئاسة أو مؤسسة الجيش أو أي مؤسسة أخرى. هذا يدل على أن هناك انسجام تام داخل مؤسسات الدولة، بدليل أن رئيس الجمهورية تنازل عن بعض من الصلاحيات لوزير منتدب الذي هو قائد الأركان الفريق الأول السعيد شنقريحة. هذا دليل بأن هناك انسجام تام، أن هناك وجهة نظر واحدة وهي من أجل جزائر منتصرة، وهذا كان شعار حملة رئيس الجمهورية خلال 2024 لما كان في الحملة. دعا إلى أن مسار الجزائر الجديدة قد بدت معالمه تظهر. الآن نذهب إلى شعار آخر سيتجسد خلال هذه العهدة، وهو من أجل جزائر منسجمة. ليكن في علمك سيدي الكريم أن رئيس الجمهورية قائد أعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. هذا الاستمرار من العهدة الأولى. دعني أكمل لك الفكرة. تفضل. قلت لك رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة هو أيضا الذي يحدد السياسة الخارجية للدولة الجزائرية حسب الدستور الجزائري، ولكن هناك بعض من الصلاحيات يمنحها لوزير الخارجية. فأين المشكل هنا؟ إذا كان رئيس الجمهورية يقود ثورة داخل مؤسسات النظام، يقود ثورة لإصلاح النظام الجزائري، يقود ثورة للنهوض بالاقتصاد الوطني، هل له أن يسير كل هذه الملفات؟ هذا دليل أن رئيس الجمهورية لديه رجال ثقة يفوضهم بعض من صلاحياته، لأن الهدف واحد وهو النهوض بالجزائر بعد 20 سنة من الصراعات داخل مؤسسات الدولة. قلت لك هذا دليل يوحي بأن هناك انسجام تام سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي بين مؤسسات الدولة، غير هذا غير مقبول. أستاذ أيوب، لا يوجد انقسام تقول، وما الضير أستاذ العربي صيتوت من الناحية العملية في أن يتخلى الرئيس عن بعض المهام خاصة في المجال العسكري الذي ليس مجاله لكي يتفرغ إلى أمور أخرى رفعت كشعارات في الحملة الانتخابات الماضية كما أشار إلى ذلك الأستاذ بالقاسم؟ شوف، أول أمس اعتقل وسجن أحد كبار الجنرالات وهو الجنرال محمد قايدي، وكان تقريبا رقم 3 أو 4 في الجيش. وقبل بقليل في هذه السنوات الأخيرة سجن ما يعادل 60 جنرال من كبار الجنرالات. لدينا 44 اسم بالأسماء والتفاصيل. في الحقيقة هناك صراع، وصراع قوي جدا، ونحن نعرف أن كل الذين كانوا مع القايد صالح وجدوا في السجون على استثناءات قليلة جدا. نعرف أيضا أن بعض الجنرالات حقق معهم وبطريقة خشنة إلى درجة أنهم توفوا تحت التعذيب. نحن نعرف ردا على سؤالك أنه في المرات الذي تخلى فيها الرئيس عن وزارة الدفاع وقع انقلاب. فمثلا الشاذلي بن جديد تخلى عن وزارة الدفاع في جويلية 1990 لخالد نزار الذي أطاح به في جانفي 92 يناير 92. ثم تخلى أيضا محمد بوضياف الذي وضع على رأس الدولة لوزارة الدفاع لنزار خالد نزار، فاغتيل على الملأ في جوان 92. ثم تخلى زروال الذي وضع وهو جنرال وكان جنرالا قويا، وضع كرأس الدولة بداية من فبراير 94، تخلى عن صلاحياته كوزير دفاع لقائد الأركان يومها محمد العماري، فأطيح به في صيف 98. ثم عندما كانت هناك اتفاقية فالدغراس وتخلى بوتفليقة لقايد صالح ليبقى قائد للأركان وكان نائبا لوزير الدفاع، أطاح به بعد خروج الناس، بعد خروج الحرك، أطاح به في 1 أفريل 2019. أي أنه في الحقيقة في كل مرة يتخلى فيها بين 36 قوس الرئيس اللي هو في الحقيقة واجهة للعسكر، لكن يتخلى فيها لشخص أساسي داخل النظام العسكري يطيح به هذا النظام العسكري. هذا تاريخ، هذا ليس رأي، هذا وقائع، فاكتس.
لكن ما وبالتالي ليست الغاية قابلة. أستاذ العربي زيتوت، ما الغاية في أن يطيح الجيش بواجهته كما تقول، إن صح هذا التوصيف بطبيعة الحال؟ نعم، تكون هناك ضغوطات، إما ضغوطات من الشعب عندما كما حدث الحراك في 2019، أو تكون هناك صراعات لا يجدون لها حل، فيضطر أن يطيح كبار الجنرالات بالرئيس، ويكون اللي عنده مفتاح وزارة الدفاع هو الذي يقود هذا الانقلاب. هذا كما قلت هي كلها وقائع حدثت، وأنا أشرت لك ل4 وقائع رئيسية. إذن فنحن أمام نظام عسكري في خصومات وخلافات. مثلا اليوم في خصومة كبيرة جدا بين الفريق الأول بن علي والفريق الأول سعيد شنقريحة. بن علي يرأس الحرس الجمهوري والأمن الرئاسي، جهتين رئيسيتين وتمتلك السلاح في العاصمة خاصة. الفريق شنقريحة كان قائدا للأركان، رئيسا للجيش، وكان يضطر أنه أحيانا يسأل وزير الدفاع تبون في بعض القضايا، بالرغم من أنه هو الحاكم الأساسي. لكن رسميا الجنرالات يجب أن تكون هناك نوع من البروتوكولات، لكن بوضع هذا المرسوم لم يعد مضطرا لذلك. بالمناسبة شنقريحة مثلا عين نفسه فريق في 2020، في صيف 2020 كان جنرالا، كان لواء، ثم عين نفسه فريق أول في صيف 2022. أي أننا في ظرف سنتين مرة في رتبتين رئيسيتين. للأسف الجزائر يحكمها العسكر، هذا ليس جديد، هذا منذ الاستقلال، ولكن منذ 92 تعمق هذا الحكم العسكري وأصبح إشكالي كبير، لأنه دخل في معركة مع جزائريين آخرين، أخذ يقول هو يحارب الإرهاب، آخرين يقولون أنهم حاربوا من أجل الحكم الذي أعطاهم من الشعب. عندما يتورط الجنرالات وتورطوا في دماء شعبهم واستخدموا سلاحهم ضد شعبهم، رأينا ما حدث في سوريا على سبيل المثال. هذا هو الإشكال الكبير. هذا هو الجزائر الإشكال. يجب أن تكون مدنية. طيب دعني أسأل الأستاذ أيوب مالك، ذكرت نقاطا مهمة، سأعطيك الوقت نفسه أستاذ أيوب للرد على ما تفضل به الأستاذ العربي زيتوت، وخاصة تلك الوقائع التاريخية حين قال بأن في كل مرة يتخلى فيها رئيس البلاد عن وزارة الدفاع يحدث انقلاب في الجزائر. بأي شكل ترد على هذه النقطة تحديدا، ولك أن ترد في باقي النقاط أيضا؟ والله إن تعمقت في هذا الموضوع فسيطول الحديث، لكن أحبذ أن لا أتكلم في هذا الموضوع. سأجيب بطريقة أخرى. هل هناك شخص في العالم يتصور أن شخص أو بمثابة رئيس لأي دولة في العالم لا يثق في جناح أو لا يثق في شخص يفوض ولديه صراع معه يفوض له بعض من صلاحياته؟ هذا غير مقبول وغير واقعي. الشخص الذي نفوضه صلاحيات تكون عندنا ونعطيها له هو الشخص الذي نثق فيه، أي بمعنى أن رئيس الجمهورية يثق في قائد الأركان الفريق أول سعيد شنقريحة، لهذا عينه في الحكومة الجديدة كوزير منتدب وفوضه بعضا من صلاحياته، ليس تخلي عن الصلاحيات وإنما تفويض، لأنني قلت لك أن رئيس الجمهورية لديه مهام أخرى كثيرة وكثيرة. رئيس الجمهورية راهن وتعهد أمام الشعب الجزائري أن عهدته هذه ستكون عهدة اقتصادية، لهذا هو يطلع بالجانب الاقتصادي أكثر، ولديه ثقة كبيرة في قادة المؤسسة العسكرية، لهذا فوضهم بعض من صلاحياته. أنا لا أبرر ولا يمكن لأحد أن يبرر في العالم أن هناك مواطن جزائري يتهجم على المؤسسة العسكرية التي هي درع وسيف لهذا الوطن وهذا الشعب. التحامل على هذه المؤسسة بهذه الطريقة هو خيانة وهو خدمة لأجندة خارجية تريد زعزعة استقرار البلاد. المؤسسة العسكرية لدى كل الجزائريين، لدى كل الشعب الجزائري هي شيء مقدس. نحن لا نقول أن لم تكن هناك صراعات ولم تكن هناك تجاوزات، وكنت قد قلت لك أن رئيس الجمهورية هو بصدد إصلاح النظام، هو بصدد إصلاح 20 سنة من الاختلالات في الجزائر، خرج على إثرها الحراك الشعبي المبارك ليقول يجب أن نضع حد لهذه الممارسات.
منذ قدوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بدأ يظهر جليا للمواطن الجزائري أن هناك تغيرات جذرية على أرض الواقع. رئيس الجمهورية طرح شعار لا للحكم الفاسد، طرح شعار فصل المال عن السلطة. رئيس الجمهورية ليس لديه عصا موسى السحرية لكي يصلح كل هذه الأمور بين ليلة وضحاها. مثل هكذا تحامل على مؤسسة الرئاسة